السلام عليكم ورحمة الله. بنعرفها معاكم من سويسرا من جديد. توا سمعت خبر قلقني وجالي معتي توجع فيه بالأعصاب. علاش؟ ويا أخي شديت ستيل ورقة وديما بحثية أوراق أنا وستيلو قعدت نكتب في 5 دقائق. باش نقول لكم شنو كتبت. وسعوا بالكم معايا وبعد تو نعطيكم تعليقي أنا شنو. في المدة اللي تعديت فما باش نحكي لكم مش على كل شيء، على الأغلبية نتاع الحاجات اللي صارت، الجرائم اللي صارت في حق الشعب والجرائم اللي الشعب سكت عليها. عندكم قتل الشيخ لطفي قلال اللي هي جريمه سياسيه كما تعرفوا، قلت لكم انا اللي قتلوه هربهم الشيخ شورو ودخل بيدو المجرم شورو مش الشيخ شورو، تدخل هو شخصيا وهربهم من ليبيا، تو الله اعلم مينهم. عندكم تدنيس قبر فرحات حشات، تدنيس قبر طاهر حداد، تدنيس العلم، والمسخره ذيك نتاع الكليه اللي قعدت اشهر وناس مستقبلها ولا يلعبوا به الاحزاب. تكوين ميليشيات، هذه عندكم الميليشيات والادله بالصوت وبالصوره اللي يعتدوا عليكم قداش من مره، من حي الملاحه في رادس ومن شارع حبيب بورقيبه قداش ما تعرفوه الشيء ذا. الميليشيات تعنف المظاهرين كما تعرفوا، نهار 9 ابريل عنفتكم، عنفت الفنانين المسرحيين في شارع حبيب بورقيبه كان نسيتوا. المجرمين اللي يتمول فيهم السعوديه ينادوا بقتل اليهود في شارع حبيب بورقيبه. احنا عندنا 1500 ولا عارف قد يهودي تونسي، ابهم وجعل اب عن جد توانسه اخواتنا معناها. نادوا بقتل باجي قايد السبسي، في بالكم به شيء ذا. قامت حكومة الجرذان بقطع علاقات مع الشقيقة سوريا وطردوا سفير، هذا شيء تعرفوه. الندوة الدولية نتاع الخيانة ونتاع العمالة ضد سوريا، ندوة التآمر على سوريا معناها. تعيين أقارب وأنصار حركة النهضة في الحكومة وفي وزارة الداخلية وفي الجيش زاد وغيره وغيره، شيء ذا اللي تعرفوه. الولاة والعمد كلهم نهضاويين، هذا شيء تعرفوه زاد. 70 قاضي تم تغييرهم بين شهر ديسمبر وشهر ابريل 2012، 70 قاضي غيرتهم حركه النهضه. معناها حسب رايكم انتم 70 قاضي هذوما حتى وحود ضدها؟ افهموا هذه وحدكم. عائله طرابلس بن علي الاغلبيه 99%، باش ما نقولش 100%، هاك يمكن مازالوا فيهم كعبتين ثلاثه ما نعرفش، كان مازال فيهم كعبتين ثلاثه عماد وزوز اخرين، المهم نقولوا 99% منهم سايبين، رجال ونساء كلهم. ورجال الاعمال اللي خذوا 7600 مليار ما رجعوش القروضات ومتحالفين مع حركه النهضه كيف مسيبين كلهم برزاقه. نهوضنا المهربه الخارج ما استرجعوهاش. المجرمين الهاربين الخارج ما رجعوا منهم حد. النص اللي قالوا باش يحطوه في تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني اللي اغتال ابو جهاد وبن نضال على ارض تونس، اللي عار، انتم حياتكم كل في العار، واللي جاوا قنبلوا على تراب تونس وعلى تراب الوطن، تراب الجمهوريه في حمام الشط كما تعرفوا. البند ذاك في الدستور قال لك لا. صندوق التعويضات نتاع 750 مليار في الوقت اللي اكثر من 25% من الشعب التونسي فقير وميت بالجوع الشعب، وهما عملوا صندوق هذا. مضاعفه الرواتب، هاكو تو سمعتوا بها نهارين هذوما الرواتب نتاعهم في المجلس التخريبي، المجلس التدليسي، المجلس نتاع العار نتاع الخيانه، المجلس نتاع الخنازر، هاكا ضاعفوا الاجور نتاعهم، في بالكم بشيء ذا. اطلاق سراح قيس بن علي اللي قتل 6 في الوردانيين، وفما شهود، فما عشرات الشهود، مش انا، فما شهود عشرات اللي هو قتل، هذه يخلف المليارات اللي سرقها، قاتل 6 من الناس في الورداني سيبوه. عملت فيديو نهارين هذا، او وصلنا حبيت نعلق على حاجه اخرى. عملت فيديو نهارين هذوما انتقدت فيه حما الهمامي، تنجموا تقولوا ماهوش عدوي حما، وانا مانيش نادم على اي كلمه قلتها، لا قبل ولا من بعد ولا تو، ومش باش ندم على الكلمه باش نقول لكم تو. حكيت على حما الهمامي، لومت عليه وتنجموا مش هاجمته، انتقدته بطريقه حاده، لانه انا ولد حمنلف وطريقه الكلام نتاعنا هكا. خرجوا لي نتاع حزب شويه، الحزب نتاعهم هذاك ما نعرفش حتى اسمه حزب العمال وشنو، يا حسيت درا شكون خرجوني يسبوا فيا، قالوا كيفاش حما. انا الانسان الوحيد اللي عنده عليا فضل هو بورقيبه والجماعه معاه اللي حروا البلاد واللي ناضلوا واللي شدوا الحبوسات واللي تنفاو، واللي بناو، كونوا دوله وكونوا التعليم ومجال التعليم ومجال الصحه وكل شيء، وردوها بلاد تونس وردوها بقدرها. الناس الوحيدين اللي نجم نقول انا عندهم فضل عليا هما ذوك، خلاف بابا وامي. بعد هذا جمهوريه تونسيه 11 مليون، ما فما حد عمل عليا مزيه، ما فما حد يسالني حاجه. كان فما انسان عمل عليا مزيه في حياته، انا متاكد في حياتي تو الكل راني مرجعها له 10 مرات، 10 اضعاف. ما فما حتى انسان في الجمهوريه التونسيه عمل عليا مزيه، بما فيهم حما الهمامي. لكن مش هذا المشكله، باش نفسر لكم علاش. حما الهمامي اللي هاجموني هما الطحانه نتاعو. انا بما انه عشت في تونس، ما كنتش توريني، باش نذكركم انا في تونس شنو. العمده عنده الطحانه نتاعو، ورئيس المركز عنده الطحانه نتاعو، رئيس المنطقه عنده الطحانه نتاعو،
الاغنياء اللي يسكنوا في الحي وفي الحومه وغيره عندهم الطحانه نتاعهم، باندي الحومه عنده الطحانه نتاعو، الوالي عنده الطحانه نتاعو، رئيس المعتمد عنده الطحانه نتاعو، رئيس المنطقه عنده الطحانه نتاعو، والوزير عنده الطحانه نتاعو، والنائب عنده الطحانه نتاعو. انتوما بلاد الشعب التونسي 90% منكم طحانه، رجال ونساء وصغار وكبار، ما نستثنى منكم حد. انتوما شعب متربين في الطحين، واللي صاير هذا الكل وقلت لكم عليه وما قلت لكمش على كل شيء، والنفايات النوويه اللي بشهاده الناس، وفما برشا 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 اشياء تدل اللي هي صحيحه مدفونه، ما تقتل حامه همك اللي مرضى بسرطان وماتوا منهم ناس، والولادات فما شكون حتى دكتور اتصلت به، الولادات اللي صارت في السبيطارات المده الاخيره الكل مشوهه، معناها فضيحه، جريمه، جرائم قاعده كل نهار ترتكب في حق الشعب. لكن الشعب ساكت علاش؟ على خاطر شعب طحان، على خاطر 90% من الشعب التونسي طحان. وهذا خذوها بالاخص مقطع، انتم انصار حركه النهضه ماكم ديما تقصوا لي في المقاطع وتلصقوا المقطع هذايا، خذوه باش المره الجايه كي نشكر الشعب التونسي يقول لي راه قلت طحان. انا حتى كي نشكر انا منه الشعب التونسي وانا نحبه، لكن انا ما تربيتش في الطحين، ينجم يكونوا فيا عيوب نتاع الدين الكل، لكن انا مش طحان. اما انتم يا شعب تونس راكم 90% طحان، على كل 100 تونسي فما 90 طحان، وهذايا هو النتيجه نتاع الشيء اللي صار والشيء اللي باش يصير. وانا عملته انا الفيديو ذا اليوم، سمعت البغدادي اللي جانا نتاع ليبيا اسمه شكون، سلموه وصل بطياره خاصه، وصل حتى كان ما سلموش هذول باش يمدوا المده ذي. انا سمعت خبر مش متاكد منه 100% اللي البغدادي وصل اليوم لليبيا في طياره خاصه. احنا القوانين الدوليه تقول اللي عنده الحق في اللجوء السياسي في تونس. انا باش نذكركم في حاجه، كيفاش انتم طحانه وطماعه، ما تقولوليش الزين، انتم كلكم طحانه، كلكم كيف كيف. كي جاكم كراتسي من ايطاليا سرق الميزانيه نتاع ايطاليا وجاكم بالمليارات، علاش ما رجعتوش لايطاليا؟ وشويه اللي تقصت العلاقات ووليتوا تقصوا في الشان ريون ورايدو واحد وقت كنت انا في تونس، علاش ما رجعتوش لكراكسي لايطاليا؟ على خاطر جاب المليارات. كي جاكم بغدادي زوالي ما عنده حتى فرنك وزيد مريض ترجعوه لليبيا باش يقتلوه، ومنظمات الحقوق التونسيه ومنظمات الحقوق الانسان نتاع الدوليه نبهوا على الحكومه، قال لكم ما تمدوش، راهو اختار باش يقتلوه كيما قتلوا هذوما الناس مجرمين ويعذبوا ويقتلوا كل نهار. وبغدادي عنده اسرار، البغدادي اختير خاطر عنده برشا معلومات وبرشا اسرار باش يقتلوه، يا اما باش يقتلوه ولا باش يدفنوه بالحياه. يعني علاش تمدوا فيه؟ كان ما جاش الشعب تونس طحان، راهو هذا ما صارش. انتوما اللي صاير الكل واللي باش يصير كان من الطحين نتاعكم، لانه شعب طحان ومتربين في الطحين. قولوا لي تبع في اسمه، تبع في اسمه، انا ولد حمد وراجل وتخروا لي فيه وما تبع في حد. انتم طحانه وتقعدوا لين تموتوا طحانه، وهذا علاش الشيء قاعد صاير، وهذا علاش الفضيحه الجديده نتاع البغدادي باش صارت وباش تزيد تصير فضايح اخرين. وانا ما نحبش نقول كلام زايد، ما باش نقول لكم حاجه اللي ما عجبوش كلامي من الجيش ومن وزاره الداخليه ومن الشعب ومن اي انسان، حاولوا اعملوا جميع المجهودات نتاعكم باش تخروا لي فيه. اوكي، السلام عليكم.